في شيخة الغيد والظبي المهاوية غنيتي لحن القصيد وعذاب ابياته عشبه وعشبه وصايفها غرامية الزين والحسن فيها أجمل صفات الزين والحسن فيها أجمل صفات في شيخة الغيد والظبي المهاوية غنيتي لحن القصيد وعذب ابياته عشبه وعشبه وصايفها غرامية الزين والحسن فيها اجمل صفاته زين طبيعي وحلاياها طبيعية والحسن يخضع لها راسه وهماته متفردة بالجمال وما هي عادية جمالها يا عرب صعب مجاراته زين طبيعي وحلاياها طبيعية والحسن يخضع لها راسه وهماته متفردة بالجمال وما هي عادية جمالها يا عرب صعب مجاراته في وصفها وزينها يا ناس حورية يحتار في وصفها القاف وعباراته أم العيون اللي نظرتها خيالية في خدها الورد وغيضانه وجناته وشقر الجدايل على الامثال زاهية والقد ما يشبه الغصن في ذاته من مثل أشبه ترى ما توجد بنية متصدرة ساحة الزين ومنصاته صنعة أصلي فيها الطيب مارية واخلاقها طيب وعضل ونفحات مركزها الاول لقى لو قلنا دي هي واللي ينافسها عود مع خساراته بنت الحسب والنسب على العز مربيه والساس كتبي ساس المجد وقماته عشبة الاصيله عريبه جد كتبيه بنت الاصايل وهيبه في مقاماته وابوها مقدام له مكان وجاهيه سعيد الكتبي وفعل الطيب عاداته له سمعة طيبة نجاب طرية الناس تشهد بطيبه وطيب فزعاته واختام الابيات بحقه لو هي شوية مو فيه حقه ولو طولت في ابياته في شيخة الغيد والظبي المهاوية غنيتي لحن القصيدة وعذب ابياته عشبه وعشبه وصايفها غرامية الزين والحسن فيها أجمل صفاته الزين والحسن فيها أجمل صفاته في شيخة الغيد والظبي المهاوية غنيتي لحن القصيد وعذب ابياته عشبه وعشبه وصايفها غرامية الزين والحسن فيها اجمل صفاته زين طبيعي وحلاياها طبيعية والحسن يخضع لها راسه وهماته متفردة بالجمال وما هي عادية جمالها يا عرب صعب مجاراته زين طبيعي وحلاياها طبيعية والحسن يخضع لها راسه وهماته متفردة بالجمال وما هي عادية جمالها يا عرب صعب مجاراته في وصفها وزينها يا ناس حورية يحتار في وصفها القاف وعباراته أم العيون اللي نظرتها خيالية في خدها الورد وغيضانه وجناته وشقر الجدايل على الامثال زاهية
قد ما يشبه الغصن في ذاته، من مثل أشبه ترى ما توجد بنيه، متصدرة ساحة الزين ومنصاته، صنعه أصلي فيها الطيب ماريه، واخلاقها طيب وعطر ونفحات، مركزها الاول لقالوا كلنا دي هي، واللي ينافسها عود مع خساراته، بنت الحسب والنسب على العز مربيه، والساس كتبي ساس المجد وقماته، عشبان اصيله عريبه جدي كتبيه، وانت على صايل وهيبه في مقاماته، ايوه ابوها مقدامي له مكان وجاهيه، سعيد الكتبي وفعل الطيب عاداته، له سمعة طيبه لجاب طريه، الناس تشهد بطيبه وطيب فزعاته، واختام الابيات بحقه لو هي شويه، مو فيه حقه ولو طولت في ابياته، في شيخة الغيد والظبي المهاويه، غنيت لحنا القصيده وعذب ابياته، عشبه وعشبه وصايفها غراميه، الزين والحسن فيها اجمل صفاته، الزين والحسن فيها اجمل صفاته، عشبه وعشبه